دم لوحده. يعني انا الدهون تراكمت على الجدار الداخلي للشريان. الدم بقى هو ماشي، الدم ده فيه ايه؟ الدم ده فيه خلايا دم فوقها، فبقى فيه دهون مسكت فيها صفائح دمويه لزقوا في بعض، عملوا المكون الاساسي للجلطه اللي هو الثرومبس، اللي هو اسمه الثرومبيك بليك. يعني كل اللي بياخد التجراتول اللي هو الادويه بتاعت الصرع من الحاجات اللي بتعلي لي الكوليسترول، فكل 6 شهور لازم هعيد التحليل تاني. مساء الفل. صباح الفل. مساء الفل عليكم. معاكم دكتوره عزه شعبان جوده، استشاريه التغذيه العلاجيه. النهارده هنتكلم على التغذيه العلاجيه للكوليسترول. النهارده هنقول الخطه العلاجيه التغذويه العلاجيه كلها، مش بس التغذيه للكوليسترول. في فيديو للكوليسترول موجود على قناتي على اليوتيوب، موجود بقاله اكتر من سنه، يمكن 2 سنين، ولينا جروب متابعات الواتساب للناس اللي عندها ارتفاع كوليسترول من بره مصر او من جوه مصر. تمام. واتعرفت على اليوتيوب ان دكتوره بتاعت الكوليسترول. فالنهارده جايين نتكلم على الفيسبوك على الكوليسترول. هو اصلا يعني ايه كوليسترول؟ انا عندي في الدم كذا نوع للكوليسترول. انا لما بعمل تحليل الكوليسترول بعمل تحليل كوليسترول التوتال اللي الناس بتقع فيه، تروح تعملي دكتوره انا كوليسترولي 250 اخد ده ولا لا؟ كوليسترولي انا 400 دكتوره اخد ده ولا لا؟ كوليسترولي 300 دكتوره اخد ده ولا لا؟ مفيش حاجه اسمها تحليل كوليسترول رقم. في تحليل دهون بالدم كامل، بعمل فيه تحليل الكوليسترول الكامل اللي هو التوتال، بعمل فيه الترايجليسرايد الدهون الثلاثيه، وبيتعمل فيه ال دي ال الكوليسترول الضار، بيتعمل فيه الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين الفي ال دي ال، وده من اخطر انواع الكوليسترول، وبيتعمل فيه كمان الكوليسترول النافع اللي هو الاتش دي ال الهاي دنسيتي لايبوبروتين. كل واحد من دول له وظيفه الهاي دنسيتي لايبوبروتين اللي هو الكوليسترول النافع هو حمايتنا من التجلط، حمايه الدم من التجلط، هو الدهون اللي موجوده عشان تحمي من الجلطه. وبالتالي كل ما زاد الاتش دي ال في الدم كل ما انا بقى حمايه ليا وللقلب ولحمايه للشرايين. فما تجيش تقول لي كوليسترولي 200، ما ممكن يكون اللي مزعلي لك الكوليسترول هو الاتش دي ال. تاني انواع اللي هو الترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه التي جي او ال دي ال. الدهون الثلاثيه بتعلى من السكريات والنشويات. يعني انا لما يبقى عندي دهون ثلاثيه عاليه لازم اقلل السكر اللي باكله واقلل الحلويات اللي باكلها. لما يبقى عندي ال دي ال هو اللي عالي اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين، كلمه ال دي ال او الكوليسترول الضار هو اللي عالي. لا، الكوليسترول الضار ده بيعلى منين؟ بيعلى من الدهون الضاره اللي هنقول عليها دلوقتي. يبقى انا لما يبقى عندي ال دي ال هو اللي عالي يبقى اقلل من الدهون الضاره اللي بتخش لي. لما يبقى الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين هو اللي عالي، ده كارثه سودا، ده انت بتعمل مصيبه سودا. بتاكل مش بس تاكل دهون ضاره، بتاكل دهون اسمها الترانس فات او الدهون اللي وصلت لدرجه من التشبع ان هي بقت زيها زي الطوبه. يعني بتاكل بزيت عربيات تقريبا، بتاكل بحاجه يعني حاجه غريبه، في حاجه غلط في الموضوع، لانها من اسوأ انواع الدهون وهو الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو الفي ال دي ال. ده اللي بيتعمل في التحليل، لو اي حد منكم عنده تحليل كوليسترول هيلاقيه. ده من اخطر انواع الدهون لان هو طول ما هو موجود هو الدم اكثر عرضه للتجلط. طيب يعني ايه بقى ايه ده من الاول بقى؟ يعني ايه كوليسترول اصلا وموجود ليه؟ الكوليسترول او دهون الدم هي الدهون الموجوده في الدم. الدم بتاعنا هو فيه شويه من الدهون. الدهون دي بتيجي منين؟ من الاكل. انا لما باكل دهون او باكل اي اكل، الاكل ده الجسم بيترجمه لحاجتين، بيتفاعل في الجسم وبيوصل لمركبات صغيره، يا اما يبقى حمض دهني يا اما يبقى جزيء جلوكوز. فتراكم الاحماض الدهنيه بتكون انواع معينه من الدهون على حسب انواع الاحماض الدهنيه اللي انا باكلها. الدهون دي بتبقى موجوده في الدم لان الدم ده هو الناقل، هو الدليفري بوي اللي بيوصل لي كل حاجه لكل حته. فانا بوصل الطاقه بتاعتي اللي هي الدهون لكل الاجزاء الجسم. لازم الدهون اللي بوصلها عشان تفضل توصل وماشيه في المواسير تبقى ماشيه زيها زي الزيت. عارفين ازازه الزيت لما تيجوا تصبوها من الازازه تلاقوا الزيت بيتكب من الازازه وماشي، مفيش جوه الازازه من جوه لما صبها مفيش بقايا، مفيش حاجه لازقه على الازازه من جوه واتصبت بكل سلاسه. زي اي زيت خفيف بتشتروه زي زيت الزيتون لما بتشتروه تكبوه تلاقوه بيتكب معاكم بمنتهى السهوله. زيت التموين بتاع زمان لما تيجي تفتحه تلاقيه ملزق، بيتكب بس ملزق مزيت.
والازازه من جوه مزيته وفيها حته عامله شبه حته السمنه، ده الدهون تشبعت شويه فبقت صلبه. علبه النوتيلا بقى لما تسيحها وتيجي تصبها تلاقيها مش بتتصب. ليه؟ لان السائل اللي فيها مليان كميه كبيره من الدهون اللي تشبعت المشبعه جدا، فوصلت لدرجه حراره، وصلت لدرجه ايه؟ بقت صلبه، بقت ناشفه. تخيلوا الشريان ده اللي ماشي فيه الدهون نفس فكره الازازه. لو الازازه دي جواها الزيت اللي جواها، الازازه دي الزيت اللي جواها ماشي بسهوله، ماشي سائل وماشي مندفع بسهوله، هيبقى الشريان كل الطريق بتاعه سالك وماشي بسهوله. انما الشريان ده لو الدهون اللي جواه دهون صلبه او دهون زيها زي النوتيلا كده، وهي ماشي كل شويه وهو ماشي جوه الشريان ده، يعمل ايه الدهون دي؟ هتسيب رواسب على الجدار من جوه بتاع الشريان، تركن حبه هنا وتركن حبه هنا، وهي ماشيه تركن حبه هنا وتركن حبه هنا، وراحت واده والدم جه تاني هيعيد السايكل تاني في حبه، فالشريان ايه؟ دق شويه، هيمشي تاني في دهون تاني، هيركن حبه هنا ويركن حبه هنا، وراح عدى الدم تاني بدهون جديده، والشريان ايه؟ داق من الترسبين اللي قبل كده، والدهون برضو لسه فيه عاليه، فركن حبه هنا وركن حبه هنا، وهكذا لغايه لما الشريان بقى ضيق خالص، ما بيعديش اي حاجه، ضيق. وهي دي بدايه الجلطه. مش بس كده، الدم كمان وهو ماشي، الدم لوحده، يعني انا الدهون تراكمت على الجدار الداخلي للشريان، الدم بقى وهو ماشي، الدم ده فيه ايه؟ الدم ده فيه خلايا دم حمراء، في خلايا دم بيضاء، وفي صفائح. الصفائح الدمويه وظيفتها ان هي لو اي سيرفس وهي ماشيه كده على الجدار من جوه، لو لقت اي حته خشنه هتركن عليها. ليه؟ لان ربنا خلق الصفائح دي ان هي بتعمل ايه؟ الصفائح دي اللي انا لما اتعور تقفل الجرح. فانا اتعورت، الجرح ايه؟ يعني انا اتقطع حته من الشريان او الوعاء الدموي، اتقطعت فبقت تنزل دم. فالصفائح دي السنسور بتاعها وهي ماشيه ان هي لازم تلاقي الحته اللي جوه ملساء سليمه، فهي ماشيه تلاقي الجدار الداخلي بتاع الشريان طول ما هو ماشي سليم، هي مش هتركن عليه. لقيته الجدار الداخلي اللي من جوه فيه كلكوع، هتروح مرصبه فوق الكلكوع، تطلع الكلكوعه دي بقى انا اتعورت فعلا وهيقفل الجرح، او تكون الكلكوعه دي نتيجه للدهون اللي تراكمت جوه الوعاء الدموي فتكونت عليها، جت الصفائح وهي ماشيه في الوعاء الدموي، راحت جايه راكنه فوقها، فبقى فيه دهون مسكت فيها صفائح دمويه، لزقوا في بعض، عملوا المكون الاساسي للجلطه اللي هو الثرومبس، اللي هو اسمه الثرومبيك بليك، يعني الحته اللي الجلطه، هي دي الجلطه، هي دي مكونات الجلطه. حبه من الدهون مسكوا في حبه من الصفائح على الجدار الداخلي للوعاء الدموي، سواء الوعاء الدموي ده كان شريان في القلب ولا شريان في الرئه ولا شريان ولا وريد، ولا الوريد بتاع العضله السمانه اللي هي الجلطه اللي بتيجي في الرجل اللي في الستات، ولا كان اوعيه دمويه بتاعه الدوالي، ولا هي اوعيه دمويه بتاعه الدوالي الخصيه في الرجال. اي وعاء دموي فيه مكون اللي هو ايه؟ اللي هو دهون تراكمت على الوعاء الدموي وجاء عليها صفائح دمويه لزقت فوق الدهون، لان هي دي شغلتها، ان هي تلزق فوق اي سيرفس غير مستوي غير ناعم، لزقوا في بعض عملوا لي الثرومبس. الثرومبس دي او الجلطه ممكن تبقى في مكانها، تفضل ثابته في مكانها في الشريان الصغير في الشريان، او تتشد تتنتش من مكانها، تفصل من مكانها وتروح بقى تبعت لي لشريان رئيسي انا اموت خايفه عليه، اللي هو فوق في المخ، او اللي هو في الرئه، او اللي هو فين؟ في القلب. والمشكله في النتشه دي ان النتشه دي ممكن تعمل حاجه اسمها شاور في امبولاي. يعني ايه؟ يعني يبعت اكتر من جلطه لاكتر من شريان في نفس الوقت. ايه السبب؟ لوحده. طبعا انا يا دكتوره ما يتكونش عندي دهون عشان ما يتراكمش فوقها صفائح، عشان ما تعملش عليها ثرومبس، عشان ما تعملش كده من الاول، ما يعملها. لكن انا وانس تكونت الجلطه انا غير متحكمه فيها غير بحاجه واحده بس، ان انا انزل
الدهون واني اخد حاجه تزود لي سيوله. احنا ليه لما بيبقى عندنا جلطه او الناس اللي تاخد دواء للسيوله؟ ليه؟ عشان تقلل تفاعل الصفائح الدمويه مع الدهون اللي هتتراكم عشان اقلل نسبه التجلط. ويقول لك ايه كمان؟ يقول لك الراجل اللي عنده جلطه ده وبياكل دواء السيوله خلي باله ما يتعورش، لانه لو تعور هينزف. ليه هيتعور؟ هينزف لان هو موقف شغل الصفائح الدمويه بتاعته بالدواء اللي بياخده من بره. فانا قلقانه عليه، كنت خايفه عليه من الجلطه، دلوقتي خايفه عليه من ايه؟ من انه ينزف. طب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ وانس عندي كوليسترول لازم اعالجه، لازم اعالجه. مرض صامت ملوش اي اعراض اقول ان انا لما يجي لي صداع اشك ان انا عندي، لا ما فيش. انا لما بسخن اقول انا عندي برد. انا لما بكح يبقى انا عندي حاجه عندي حاجه في الرئه. ملهوش عرض محدد. ناس ممكن يجي لها في صوره تعب وفتيج في جسمها كله، جسمي كله تقيل عليا، ببذل مجهود كبير في شغل البيت قد كده، معرفش ليه جسمي تقيل مش قادره اعمل، ولما بعملها بلاقي مجهود وبتعب قوي. ليه؟ لان انا الدم بتاعي مليان دهون، الدم بتاعي ما بيوصلش للخلايا بصوره كافيه، الاكسجين اللي رايح للخلايا مش بيوصل بصوره كافيه، وبالتالي ايه؟ انا تعبانه طول الوقت، تعبانه. ايه كمان؟ بعض الناس ممكن تحس بضيق نفس، بس نفسي مكتوم، يعني انا باخد حاسس ان انا باخد نفسي في اوضه ومناخيري مقفوله، كاني حد واقف على صدري، نفسي مكتوم، او صدري بيوجعني، الم في الصدر مش محدد، مش زي الجلطه، الم وجع مش عارفه فين، او صداع شديد جدا وما بيروحش بالمسكنات. الصداع ده لو جرب يقيس ضغطه هيلاقي ضغطه فوق 170 على 100. ارتفاع شديد في ضغط الدم نتيجة ارتفاع الكوليسترول ادى الى صداع شديد. يبقى اعراض ارتفاع الكوليسترول اعراض عاديه متشابهه مع حاجات كتيره انا ممكن ما اخدش بالي منها، ممكن ما انتبه لهاش، وبالتالي المشكله عندي تكبر اكتر واكتر. يبقى انا دلوقتي عرفت يعني ايه انواع الكوليسترول، هما ليه كذا نوع، وليه مهم ان انا لما اجي اعمل تحليل كوليسترول اعمل تحليل دهون بالدم كامل بعد صيام 12 ساعه. لازم اكون صمت 12 ساعه. ليه؟ لان انا عندي انواع مختلفه من الكوليسترول، كل واحد فيهم بيؤدي وظيفه معينه، وكل واحد فيهم بيعلى نتيجه لاكل معين. فانا لو لقيت مين فيهم اللي عالي هحتاج اني اقلل ايه وازود ايه في الاكل، ودواء ايه اللي هاخده هيفرق جدا. تاني حاجه، الكوليسترول ده بيتصنع فين؟ الكوليسترول ده بيتصنع في الكبد. الكوليسترول ده ممكن يقل نتيجة لأنواع معينة من الدهون اللي ممكن أكلها تتشابه مع الكوليسترول اللي جوه، فتخلي الكبد بتاعي يمتص الدهون الصحية ويتنازل عن الدهون اللي عندي. دي حاجة اسمها البلانتستيرول واللي هنتكلم عليها في الخطة التغذوية. طيب هو ايه المفروض النسب الطبيعيه او الصحيحه للكوليسترول قد ايه؟ المفروض ان التوتال كوليسترول ما يزيدش عن 250، وانا ما بحبش الكلام في التوتال كوليسترول، ولا بحب اقول بكام ولا هو كام، ولا يهمني اصلا هو كام. ليه يا دكتوره؟ قلنا عشان انا ممكن يبقى عندي كوليسترول كله اكتر من 250 وما يكونش عندي مشكله، لان اللي معلي لي الكوليسترول التوتال هو الكوليسترول النافع، والكوليسترول النافع ده اللي بيحمي القلب من تكوين الجلطه. يعني هو اللي بيخلي الدم ما يفصلش منه الدهون وما تقعش على الجناب، بيخلي الدهون دايما دايبه في الدم ما ترسبش على الاوعيه. فده لو عالي عندي ده حلو قوي ان هو يبقى عالي، لانه دايما هيبقى عندي عامل لي ايه؟ عامل لي حمايه. تمام. ايه تاني؟ ال دي ال لازم ما يزيدش عن 100، ما ينفعش فوق 100. ولو عندي اي مرض الى جانب ارتفاع الكوليسترول بنزل ال دي ال لتحت 70. يعني لو مريض قلب بنزل ال دي ال لتحت 70. خلي بالكم ان ريفرنس المعامل في ال دي ال الطبيعي لغايه 140، انا بنزل ال دي ال لغايه 100، بنزله ل 100. في السكر بنزله تحت 70، عندي ضغط انزله تحت 70، عندي غده درقيه، لان الغده الدرقيه طالما عندي نقص في هرمون الغده الدرقيه او قله افراز او شايله الغده، ده الهرمون الاساسي اللي مسؤول عن التمثيل الغذائي في الجسم كله، هبقى عرضه لان الكوليسترول بتاعي يعلى كل شويه، فلازم انزل ال دي ال لتحت
اللي تحت ال100، لو تحت ال100 تحت ال70 كمان. لو انا عندي كوليسترول وراثي، يعني عندي العيله كلها، يعني كل لما بقلل الكوليسترول واظبط الاكل واوقف العلاج اجي اعمل تحليل تاني الاقيه عالي تاني. ماما عندها وبابا عنده واخويا عنده وعمتي عندها كوليسترول وراثي، عندي مشكله في الانزيم اللي بيصنع الدهون، ده محتاجه ان انا اقلل ال LDL تحت ال70، ابقى دايما حاميه نفسي. تمام. عندي مشكله في الصفائح، عندي الصفائح الدمويه عاليه بشكل كبير، عندي مشكله في الدم، عندي مشكله في تصنيع الصفائح، يبقى هنزل ال LDL تحت ال70. يبقى الطبيعي ان انا بنزله تحت ال100 مع كل الناس اللي عندها جاست ان هي تخنت شويه او اكلت اكل غير صحي فترات طويله او كانت بتاكل فاست فود من بره كتير، فعلى ال LDL تمام هنزله تحت ال100. انما لو انا عندي مشكله تانية، عندي مرض تاني الى جانب ارتفاع الكوليسترول، لازم اخفض الكوليسترول الضار ال LDL تحت ال70. سواء عندك ارتفاع ضغط الدم، كان عندي هيستوري، يعني كان عندي تاريخ مرضي لجلطة في المخ او جلطة في القلب او جلطة في الاوعية الدموية بتاعة الرجل اللي هي DVT، جلطة الرجل للستات بالذات، هقلله لتحت ال70. الناس اللي عندها مشاكل في الغدة الدرقية هتقلله لتحت ال70. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة انا الخطة العلاجية بتاعتي بتاعت تخفيض الكوليسترول 3 خطوات و3 حاجات بيمشوا بالتزامن مع بعض، يعني مش 1 2 3، لا هما طريق 3 اشخاص ماشيين جنب بعض كده. اخفض الوزن على الاقل 15% من تخفيض وزني لو انا كان عندي وزن زيادة، خاصة ليه بقى؟ لان من الاسباب اللي بتخلي دايما عندي استعداد للكوليسترول هو متلازمة مقاومة الانسولين، اللي هي سكر النوع الثاني، كوليسترول، وارتفاع في ضغط الدم. فلو عندي متلازمة مش مقاومة الانسولين العادية، يعني مقاومة انسولين واتثابت، عملت لي ال3 امراض دول: ارتفاع في ضغط الدم، مقاومة الانسولين بقى سكر النوع الثاني، وبقى عندي ارتفاع كوليسترول. هعمل ايه؟ هخفض وزني تحت 15%، يعني لو وزني 100 على الاقل لازم وزني يقل 85. تمام كده؟ تاني حاجة مع بعض، يعني واحنا ماشيين مع بعض، ما هو ماشيين، هعمل نظام غذائي. انا كده هبقى عاملة دايت عشان اخس. الدايت بتاعي بقى لازم يضمن لي ان النظام بتاعي يقلل لي ال LDL، يقلل لي الكوليسترول الضار، ويعلي لي ال HDL الكوليسترول النافع عشان يحميني من الجلطة. ثالث حاجة هي الدواء، والدواء على حسب انا الرينج ال LDL عندي كام. انا دلوقتي بتكلم في ال LDL اكتر حاجة، لان ال LDL هو اخطر حاجة. طيب ال LDL ده هو بيجي منين؟ بيجي من الدهون المشبعة والضارة الغير صحية. الدهون المشبعة زي ايه؟ اي دهن صلب في درجة حرارة الغرفة، اي دهن صلب في درجة حرارة الغرفة. يعني احنا درجة الحرارة عادية اهي، ولا سخنة ولا ساقعة، يعني ولا شتاء ولا حر. تمام. وهبص على الدهون اللي انا بستخدمها، لقيت الدهون دي طوبة ناشفة، يبقى الدهون دي غير صالحة للاستخدام الآدمي. لقيت الدهون دي سايلة عبارة عن مية، يبقى الدهون دي صحية وهستخدمها. تمام كده؟ يعني ايه يا دكتورة؟ يعني السمنة ممنوع، بلدي بقى افرنجي، السمنة ممنوع. عندي كوليسترول، السمنة بانواعها ممنوعة. وهستخدم ايه؟ هستخدم الزيت. استخدم زيت الذرة على الاكل اللي انا هطبخ بيه الاكل. يستخدم زيت الزيتون على الاكل البارد، على البارد ما بيتسخنش عشان ما بوظش الاوميجا 3 اللي فيه. يبقى اي دهن صلب في درجة حرارة الغرفة ممنوع. يعني الزبدة ممنوع، بتعلي الكوليسترول، بتعلي ال LDL وبتعلي ال HDL، بتعلي الاثنين. ولكن انا واحد عندي ال LDL عالي، اروح اخد حاجة تعلي ال LDL؟ ما اصلها بتعلي برضو ال HDL، مش وقته. يبقى لما يبقى ال LDL ينزل هبقى ساعتها اقنن دهوني واستخدم نسبة صغيرة من الزبدة الطبيعية الى جانب نسبة كبيرة من الزيت النباتي. وخلي بالكم من حاجة لطيفة جميلة سعيدة، وان الشركات الحلوة الجميلة بتاعت الاكل تقول لكم ايه بقى؟ هذه الجبنة جميلة ودهن نباتي. ده مش دهن حيواني، ده دهن نباتي. خلي بالكم ان كلمة دهن نباتي مش يعني زيت نباتي. تمام؟ دهن نباتي طالما دهون، طالما هو الجبنة دي اللي انا بجيبها بتتكب ولا مش بتتكب؟ الجبنة دي سائل ولا صلب؟
صلب. يعني الدهون وصلت لتهدرجه ولا ما اتهدرجتش؟ اتهدرجت، يبقى الدهون دي غير ما تنفعش. انما دهون معموله بدهن حيواني، ما هو في فرق ما بين الدهن الحيواني يعني جاي من اللبن، ولا دهن حيواني جاي من اللحمه، ده حاجه وده حاجه. الشحوم اللي جايه من اللحمه دي لا، مش هاخدها عشان دي هتعلي لي LDL. انما الدهن اللي جاي من اللبن ده بيعلي ال HDL وبيعلي ال LDL بنسبه بسيطه لو كان لسه لبن. كل ما كان هو لبن يعني رجعناه لاصله، كل ما كان افيد. يعني اخد لبن كامل الدسم اخد لبن نص دسم اخد لبن خالي الدسم لا، عشان ما فيهوش اي فايده. اخد جبنه قريش تمام لان ما فيهاش ولا نقطه دهون. اكل قشطه لا، ما ينفعش ناكل قشطه. هناكل قشطه ممكن لو انا كوليسترولي انخفض ونزل للطبيعي، ممكن اكلها كل فتره معينه. انما لو انا عندي كوليسترول لا، مش ناقصين نزود الطينه بله دلوقتي، يبقى هركن القشطه على جنب. انما بقى السمنه النباتي دي ما تخشش البيت. عندك كوليسترول ما عندكش كوليسترول، عندك ايه ما عندكش ايه، ما تخشش البيت. ليه؟ لانها معموله من القرف. دي معموله زيت النباتي زي زيت النخيل او زيت الذره، وتهدرج، وصلت لمراحل كبيره من الهدرجه لدرجه ان هي بقت طوبه. انت شايفها عامل ازاي جوه العلبه بتاعتها، عامله ازاي؟ طوبه، زلطه، صيف شتاء هي زلطه. يبقى دي ممنوعه تماما. كمان فيها نوع من انواع الدهون اسمه ترانسفات، والترانسفات هي اسوأ انواع الدهون. عارفين الترانسفات دي زي ايه؟ عارفين لما نيجي نقلي البطاطس في طاسه معينه، فتبقى البطاطس الطاسه عليها دهون كده على الطاسه من جوه، والدهون دي ناشفه وبتتحك. عارفين البودره السوداء دي اللي بتنزل من الدهون؟ هي دي الترانسفات، ان هي دهون تشبع عليها درجه كبيره جدا 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 من التشبع، وصلت بقت مهدرجه وكمان بقت ترانسفات. مشكله الترانسفات ان هي مش بس بتعلي ال LDL، لا كمان دي مسرطنه. فاي حاجه فيها ترانسفات ممنوع. نخلي بالنا ان الدهون الغير صحيه موجوده في البسكوتات، موجوده في الشيبسيات، موجوده في الاندومي والكوري ومش كوري، كل ده موجود فيه. ان الحاجات اللي بتشتريها من الفرن بتبقى معموله من سمنه صناعي. كل انواع الجبن بتعلي الكوليسترول ما عدا الجبن البريزيدون، وانا عملت فيديوهات كتيره وريلز كتيره على الانستجرام على انواع الجبن الصحيه. كل الجبن، جبنه تركي، جبنه تشيدر، جبنه فلامنك، جبنه حادقه، جبنه حمراء، اي جبنه معموله من الدهن النباتي. ما هو خلي بالكم دهن نباتي يعني ايه؟ يعني زيت وتهدرج. الجبنه يا جماعه اصلها ايه؟ خلينا بس عشان ايه ما نخليش، ما فيش اي حد يضحك علينا. الجبنه دي المفروض يبقى اصلها ايه؟ اصلها لبن. يبقى لما الجبنه تبقى معموله، يبقى انا لما اقلب ظهر العلبه على العلبه كده على وشها واقرا المكونات، الاقي فيها ايه؟ الاقي فيها لبن كامل الدسم، زبده مش عارفه ايه، قشطه معرفش ايه، يبقى دي دهون صحيه. اقلب العلبه على ظهرها الاقي زيت نخيل مهدرج، ماده صلبه 3%، معرفش دهون نباتيه ايه، يبقى دي دهون دي غير صالحه للاستخدام الادمي ولا الحيواني، دي تترمى في الزباله. تمام؟ ده المكون الاساسي للجلطه. انت تشتري الجلطه بنفسك من السوبر ماركت. تمام؟ يبقى كل الجبن دي لا. عندكم بقى دومتي اللي في علبه بلاستيك، سواء كامل الدسم او اللي هي يعني اللايتس، جميله جدا. البريزيدو اللي في علبه بلاستيك، الزرقاء والحمراء واللي هي اللايت. اللافاشكري اللي هي اللي هي لونها الازرق او البينك، دول كويسين. اللافاشكري السامبلي زباله ما تتشراش. جبنه طعمه زباله. الجبن الجرينلاند والدومتي العاديه اللي هي في علبه، اللي هي في ورقه كرتون ومش عارفه ايه مكتوب عليها دهون نباتي، والعبور لاند، كل الحاجات دي دهون نباتيه ما تنفعش خالص. هي ارخص كتير جدا من الجبن التانية، ولكنها مش هيبقى ارخص لك لو تشتري دواء الكوليسترول كل شهر عشان تخفض لك الكوليسترول. تمام؟ فكل انواع الجبن اللي هي مكتوب عليها دهن نباتي هي ضاره. الجبن المستورده اللي هي الهولندي اللي هي بتبقى معموله من اللبن، اللي هي انا مش فاكره اسماء، بس هي بتبقى، انتوا لما تيجوا تشتروا ربع حمراء او ربع تشيدر او ربع البتاعه الكبيره دي اللي الراجل بيقطع منها، الكبيره دي اللي موجوده في كارفور، تجيبها وتقراها من ورا، لقيت عليها كلمه من اللبن، مستحلب لبن، معرفش ايه، دهون اللبن، دهون كامل الدسم، قشطه، كل دي يبقى دي جبنه كويس. لقينا عليها زيت نخيل مهدرج، نسبه دسم معرفش كام في المية في الماده الصلبه، معنى كده ان هي دهون غير صحيه وما نشتريهاش. يبقى اول حاجه عرفنا انواع الجبن اللي بتعلي ومش بتعلي. تاني حاجه البيض بيعلي ال LDL. مسموح لي 3 بيضات في الاسبوع لو كان ال LDL عالي. لو ال LDL انخفض ممكن اكل لغايه بيضه واحده كل يوم.
طيب لو انا اكلت بيضه ما ينفعش اليوم ده كمان اروح اجيب لي لحمه. انا ليا اللحمه مره واحده في الاسبوع بس. اللحوم الحمراء زي اللحمه، البط، الحمام، اللي هي اللحوم الحمراء باكلها مره واحده في الاسبوع، لان هي اعلى حاجه في ال دي ال، او هتعلي ال دي ال بشكل كبير، فباكلها مره واحده فقط في الاسبوع. بقيه الاسبوع باكل ايه؟ باكل يومين اكل نباتي، يعني لوبيا، فول، عدس، فاصوليا حمراء، بصاره، كل الحاجات دي جميله جدا. يوم اعمل جبنه قريش وبطاطس مسلوقه، واعمل طبق فول، ده غدا حلو ماله جميل. اعمل كشري اصفر وجنبه سمكه مشويه رائع. اعمل شيش طاووق بالخضار وفراخ ماله جميل. ويوم واحد في الاسبوع هاخد لحمه بدون دهون. اللحمه المفروضه سوري اللحمه المفرومه يا ريت بلاش. اجيب انا اللحمه وافرمها، او اقطع من عند الراجل الجزار اقول له لو سمحت اقطع لي الحته الحمراء دي وافرمها لي، وما يحطهاش في مكنه الفرم، مش عارفه ايه اللي جوه. افرمها لي بالسكينه يا عمو قدامي، انا عايزاها مفرومه بالسكينه زي زمان كده. كان مامهاتنا يقولوا لنا عشان نجيب نعمل مكرونه بشاميل يكون طعمها حلو، او عيش بلحمه طعمه حلو، يقول لك هاتي كيلو لحمه مفرومه من عند الراجل، قولي له عمو لو سمحت افرمها لي بالسكينه. فانت عمو لو سمحت اديني الحته الحمراء دي، وعمو لو سمحت افرمها لي بالسكينه ابقى شايفاها. انما في المفرمه هو رازع حاجات جوه تانية غير اللي انا اشتريتها خالص. تالت حاجة الدهن اللي هنستخدمه في المطبخ. هطبخ بايه يا دكتورة؟ هطبخ بزيت ذرة. هطبخ بزيت ذرة. دلوقتي بقى الترند على اليوتيوب ايه بقى؟ تستخدموا زيت الزيتون او تستخدموا زيت جوز الهند. ليه؟ لان هو كل ما هو غريب كل ما هو حلو. كل ما هو عادي بتاعنا بتاع البيت ورخيص، لا كل ما هو نوتي. ما ينفعش، احنا لازم نبقى ناس غريبة عشان نبقى حلوين. زيت الجوز الهند من الزيوت الرائعة للناس اللي عندها مرارة، لانه اسهل زيت في الهضم. زيت الذره من الزيوت الهايله. ده خلي حد يقول لي لا ده زيت الذره ده مهدرج اصله مصفى. نعم، هو انتوا عارفين يعني ايه مصفى؟ مصفى يعني نقي، يعني ما فيهوش خليط، يعني ما فيهوش حاجه تانية، ما فيهوش شوايب، يعني زيت كويس اتصفى، يعني بعد ما اتعصر اتصفى. ايه الكلام؟ اتهدرج يعني ايه؟ اتهدرج يعني اتعرض للحراره، الزيت سخن فاتعرض للحراره بشكل كبير جدا، فايه اللي حصل له؟ جزء من الدهن اللي جواه تشبع، تحول من غير مشبع للمشبع. والله كله روتي وحش، انا بس انا اللي حلوه بس. فتحول لدرجه كبيره من التشبع، فبقى ايه؟ فبقى وحش. لكن الزيت في اصله ذره واتعصر ماله جميل. ده حتى قريب على القلب، زيت عباد، زيت العافيه، مش عارفه ايه، وقلب، ومش من احلى الزيت ومن اغلى الزيوت زيت الذره. زيت الزيتون من احلى الزيوت. استخدمه امتى؟ على البارد، على طبق الفول، على طبق السلطه، على حته جبنه قريش، على بتنجانيه شويها في الفرن وروح حط عليها معلقه زيت زيتون او طحينه. طبعا طحينه مفيده جدا. دكتوره فيها سعرات، امال الباقي ده كانت سعرات فاضيه ولا خير؟ مالكم؟ ما زيت الذره فيه سعرات، والسمنه فيها سعرات حضرتك، والزيت العربيات برضو فيه سعرات. بس انا بختار الكواليتي فود، نوعيه وجوده الاكل اللي هتديني صحه وفايده. الطحينه دي هتديني ايه؟ تديني كالسيوم نباتي، خاصه للناس اللي صايمه دلوقتي. اخوانا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين، صايمين وبياخدوش لبن، يعملوا ايه؟ يعني يحطوا على الجبن، على البتنجانيه المشويه، بدل ما احط عليها زيت زيتون احط عليها طحينه. ده مصدر للكالسيوم رائع، يديني اوميجا 3 كمان، اوميجا 3 وكالسيوم افيد كمان من زيت الزيتون اللي هيديني ايه؟ اوميجا 3 بس. فانا بشغل مخي دايما اخد سعرات. يعني انا بحب دايما اروح اشوف الاوفر فين. انا احب الاوفر، اديني اوفرات انا معاك. انا لقيت اوفر على الطحينه، ليه بقى؟ الطحينه هتديني حاجتين، انما انت في الصوره تديني حاجه واحده وهو بنفس السعر. ده السعر، ده سعراته هو ده، الاثنين سعراتهم واحده. انما ايه بقى؟ الطحينه تديني اكتر. انا لا، يبقى انا اخد الطحينه حلوه، الطحينه احطها على الفول، احطها على الجبنه القريش، بتخلي الجبنه القريش حاجه تانية. اعمل حته جبنه قريش، احط عليها معلقه طحينه ورشه زعتر واكلها بالمعلقه. خياريه مبشوره، جزريه مبشوره، بروكلي، ممكن احط عليها
فجل احمر مبشور، ممكن احط عليها جرجير، اغيرها كل يوم، اغيرها كده، انعنشها مش بارده كده وتبقى حلوه طعمها حلو. يوم طماطم بالكمون على الجبنه، حاجه ثانيه. طماطم وثوم بالثوم والكمون وعليها رشه طحينه او رشه زيت زيتون بدل طبق السلطه العادي في الغداء. كل ده حاجات حلوه جدا. وعلت لي الاتش دي ال، علت لي الكوليسترول النافع. كل دي حاجات رائعه. طيب ننقل النقطه اللي بعد كده. يبقى احنا قلنا البيض، قلنا اللبن هنعمل فيه ايه، قلنا الجبن، قلنا اللحوم. اعضاء الحيوانات يعني ايه بقى؟ كبده وفشه ممبار صدق، مش عارفه كل ما هو مش عارفه بيقولوا عليه ايه، حلويات باين حاجه كده. كل الحلو الجميل ده ممنوع خالص خالص. دي اكتر حاجه بتعلي ال دي ال وتعلي لي الكوليسترول، فهمنعها خالص. طول ما انت عندك ال دي ال عالي، الناس اللي عندها ال دي ال فوق ال 140 الله يستركم بلاش دلوقتي، اصبروا، الصبر جميل، عشان يبقى هي فتره ونرجع، ما يبقاش طول عمرنا على هذا المنوال. انا كان والله العظيم والله العظيم والله العظيم كمان مره، انا كان في ناس بتقول لي انا باخد بدواء الكوليسترول بقالها اكتر من سنتين وبرده ما انخفضش، وكان معاناه بقى. يعني انا كان عندي والله كان راجل جميل قوي، كان يجي يتخانق معايا انا امتى هوقف ده عشان لما الكوليسترول ينزل. طيب لا انا مش عايز اكل ده، انا عايز اكل لحمه. خلاص واكل لحمه الكوليسترول هيعلى. نفضل نتناقش كده راح جايين بقى، نفاصل مع بعض في الاكل لغايه لما الكوليسترول اتظبط. اول ما الكوليسترول اتظبط خلاص هو يا والله يا دكتوره ربنا يكرمك، كان بقالي سنتين باخد دواء لتخفيض الكوليسترول والكوليسترول ما بيقلش. ليه؟ عشان هو بياكل براحته، ما ينفعش. اهم حاجه في الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول، ان انا لازم اكل بحساب وابقى بشغل مخي طول الوقت باكل ايه، طول الوقت بشغل مخي باكل ايه. ونخلي بالنا دايما زي ما قلت لكم، المخبوزات اللي بتشتروها من الفرن معموله بسمنه صناعي، كل البسكوتات والحلويات اللي بتتجاب من الشارع معموله بسمنه صناعي. تمام. طبعا بعد كده المقليات، زيت تعرض لدرجه حراره عاليه جدا وصلت ل 470,000 مره في الفلافل، والراجل عمه ده قاعد بيه طول النهار في الشارع ويكب ويعمل تاني، ومش عارفين الزيت اللي بيتباع في الشارع ده اللي هو المستعمل بيعملوا بيه ولا بيعملوا ايه. فطول الوقت هو بيعمل بزيت مش اتهدرج، ده زيت مات. طول ما انا عندي كوليسترول ممنوع تماما المقلي. احنا بقى عايزين ننشر ثقافه الاير فراير. يعني انا عندي مامهات كتيره، عندي جمله مشهوره كده في العياده، كل المامهات الكتيره موصيه اولادهم انه عيد الام اللي جاي هيجيبوا لهم اير فراير، يجمعوا مع بعض يعملوا جمعيه يجيبوا لهم اير فراير، عشان بيبقى كله اي حاجه عايزه تتعمل في الاير فراير. على فكره الاير فراير كمان بيتعمل فيها، يعني انا ما عنديش اير فراير بس انا ليه قرايبي عندهم الاير فراير حلوه جدا، لان بيتعمل فيها كل، مش بس اي اكل مقلي، لا لو حد عايز يعمل بورشن اوف اكل معين زي الميكروويف كده، عايز يعمل بيه اكل معين ومش عايز يحطه على النار او كده، بتتعمل في الاير فراير. يعني ليها وصفات كتير تتعمل في الاير فراير، اللي هي المقلايه الهوائيه، يعني اللي هي بتتعمل بنقطه زيت واحده او بمعلقه زيت واحده. بيتعمل انواع اكل زي ما بيتعمل في الميكروويف، يعني في اكل زي مثلا مجات الكيكه والحاجات اللي بتتعمل في الميكروويف، في حاجات بتتعمل في الاير فراير. طيب يبقى احنا كده قلنا كل الحاجات اللي بتعلي ال دي ال: المقلي، اللحوم الحمراء، البيض بشكل كبير، الجبن اللي من دهون مصنعه، السمنه الصناعي او السمنه البلدي، كل ده ممنوع. طيب نيجي للاتش دي ال، صاحبه واخوه حبيبه اللي ماشي معاه عشان يحميه، البودي جارد بتاعنا اللي هو الاتش دي ال. الاتش دي ال اللي هو الكوليسترول النافع اللي بيحمي القلب من الجلطه. ليه؟ لانه دايما بيخلي الدم الدهون دايبه فيه. عارفين المعلقه، انا هو عباره عن المعلقه اللي ماشيه في الدم تدوب الدهون، ماشيه في الدم تدوب الدهون، فالدهون دول على دايبه، طول ما هي دايبه جوه الدم، طول ما هي مش هتركني ولا يمين ولا شمال، دايبه على طول بتلف خلاط. هو ده ال دي ال. بيعلى من ايه؟ اوميجا 3. اوميجا 3 موجوده في اللوز الني، موجوده في زيت بذر الكتان واللي هو الزيت الحار، موجوده في زيت الزيتون، موجوده في الطحينه، كل دي حاجات مصادر الاوميجا 3. موجوده في الاسماك البحريه، كل ده اوميجا 3. فانا لما اكل سمك مرتين في الاسبوع او 3 انا باخد اوميجا 3 عشان يعلي لي الاتش دي ال الكوليسترول النافع، ويقلل لي ال دي ال الكوليسترول الضار، لان انا باكل نوعيه من الدهون صحيه. تمام. طيب
اخر حاجه في انواع الكوليسترول اللي هي الترايجليسرايد او الدهون الثلاثيه. الدهون الثلاثيه بتعلى منين؟ الدهون الثلاثيه بتعلى من السكر، هي دي اللي بتعلى نتيجه لمقاومه الانسولين. السكر تراكم في الدم بشكل كبير نتيجه باكل حلويات كتير من بره وباكل عيش كتير جدا لا يا دكتوره مش باكل عيش، انا بس شغاله على البطاطا والبطاطس وفشار و4 اكياس شيبسي في اليوم و2 فلامينكو، مش عارفه ايه ترند الفلامينكو اليومين دول. فبس والله العظيم باكل عيش، انت فاكره والله ما بدوق، ما يخشش بيتنا العيش ده، بس ده التاني ده عادي، ده عيش، هو ده نشويات يا جماعه؟ انتوا فاكرين ايه؟ ده مش نشويات، دي حاجات تانية. فكل الحاجات التانية دي علت لنا ايه قصادها؟ علت لنا الدهون الثلاثيه. ليه؟ ما هو كل ده هيبقى في الاخر ايه يعني؟ جسمي هيدفرزه، وده جاي من الفلامينكو وده جاي من العيش، ده جاي من ايه؟ ده كله ده ايه؟ نشويات. هيبقى في الاخر ايه؟ جزيء سكر. خدتي اللي انت عايزاه والباقي هرميه ولا اعمل فيه ايه؟ انا اعمل فيه اوديه فين؟ انا اوديه فين؟ انا بس انتوا قولوا لي اوديه فين، انا اوديه انا اسمع الكلام. اوديه فين؟ لاقيه حته؟ مش لاقيه. خزنتي في الكبد؟ خزنت. حطيتي في العضله؟ حطيت. في عندي باقي اعمل فيه ايه؟ ما خلاص حوليه دهون واركنيه على جنب، ما عنديش حته ثانيه اخزن فيها سكر غير كده، ما عنديش. هو انا عندي حاجتين، خزنتي في الكبد، حطيت والله ما عنديش ملأ اعمل فيه تاني، لسه فاضل حبه. طب ودي العضله، وديت لها، مش عايزه هي دلوقتي عضله مليانه، فاضل حبه سكر، اوديهم فين؟ ارميهم، ما بيترموش. طب حوشيهم زي ما هم، ما بيتحوشوش، ما عنديش تحويش غير دهون. خلاص يا عم حول لي العمله دي لدهون وهاتها، وانا يبقى حولت السكر لدهون، والدهون عملت ايه؟ تراكمت لي على الخلايا، عملت لي مقاومه انسولين وعملت لي دهون ثلاثيه اللي احنا بنقوله ده. يبقى انا لما يبقى عندي دهون ثلاثيه عاليه ما تقوليش لا والله العظيم ده انا بطبخ بزيت، والله يا دكتوره، ولا يا دكتوره بطبخ بزيت. ما اعرفش الدهون دي جت منين حبيبه قلبي. الدهون الثلاثيه بتيجي من السكر، من عيش كتير، رز كتير، مكرونه كتير، طول النهار تعملي كيكه ووافه وتعملي لي بسكوت ال10 دقايق. تمام؟ كله على بعضه، كله اللي انا قلته ده، اللي كل النشا اللي هي ذره وبطاطس وكنافه وقطايف وشيبسي وبيبسي ومربى وحلاوه وجاتوه وعيش عادي وسكر وفاكهه، كلهم على بعضهم لازم يكونوا ضمن سعراتي اللي انا محتاجاها طول اليوم. يعني انا لو انا 60 كيلو مش عايزه ازيد عن ال60، فانا عايزه 1800 سعر، المفروض في اليوم كله ما عديش تقريبا 8 حصص نشويات. يعني انا لو باكل عيش بس ما باكلش معاه حاجه تانية، هبقى محتاجه رغيفين في اليوم كله، رغيفين في اليوم كله، مش رغيفين زائد رز زائد مكرونه زائد بسكوت لا، رغيفين عيش في اليوم كله، ومفيش حاجه تانية تخش بقي نشا غيرهم. تمام؟ و4 ثمرات فاكهه، هم دول، مفيش نمله سكر تخش. فانا لو بقنن اكلي يبقى انا ليا 3 معالق صغيره سكر ممسوحه اعملها على مدار اليوم. لو انا في المتوسط ما عديش ال4 ثمرات فاكهه، لما تقتلوني ما بعديش النص رغيف في الوجبه، نص رغيف فطار، نص رغيف غدا، نص رغيف عشاء. تمام؟ عشان لو حتى كلت حاجه زياده تخنت يجيلي دهون ثلاثيه لا. تمام؟ في جمله انا بقولها دايما، هتلتزمي بمزاجك هتوصلي للي انت عايزاه احسن ما تلتزمي سوري بالجزمه. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي تخنت شويه والمفروض انزل، لا ما انت مش هتحرميني، ما تقوليليش ما تاكليش جاتوه، خلاص انت حر، كلتي جاتوه وكلتي العيش وكلتي البطاطا وحليتي بالبيبسي، تعالي لي بقى كمان شهر نعمل تحاليل، الاقي سكرك عالي، الاقي عندك مقاومه انسولين، والاقي عندك كوليسترول عالي. ساعتها ما قدامكيش حل غير انك تلتزمي، والا تبقي ايه يا لوزه؟ بتنتحري. يبقى التزمتي بالايه؟ يبقى كان من الاول وبالعقل وبالهداوه ومن غير ريسك وبمزاجي، صح؟ من غير ما يبقى حد ايه فوق دماغي. يبقى انا احكم عقلي، انا مش بقول بحرم، بس بقول بشغل مخي وباكل عشان اعيش. انا اكل بمزاجي واقلل اكلي واشغل مخي، ونبقى بناكل عشان نعيش، مش عايشين عشان بناكل. احنا عايشين عشان ناكل، هننزل نتفسح عشان ناكل، مش عارفه هنعمل ايه في البيت عشان ناكل، انا هروح اقعد في البيت اتفرج على التلفزيون واكل،
ان الولاد هيخلصوا الاكل بتاعهم عشان ياكلوا غيره، هيخلصوا مذاكرتهم عشان ياكلوا غيره، هينزلوا يجيبوا درجه حلوه في الامتحان عشان ااكلهم. كل حياتنا اكل، مفيش في حياتنا غير اكل، ما في حاجات تانية نعملها غير ان احنا ناكل. اصل انا الاكل ده متعتي، لا اعملي لك حاجه تانية تتمتعي بيها غير انك تاكلي. اعملي كروشيه، ايه المشكله يعني؟ مالهم اللي بيعملوا كروشيه؟ عجزي زيهم اعملي كروشيه، مشكله في الكروشيه؟ ماله، حلو جميل وقمر اهو. اعملي كروشيه، اعملي تريكو، اعملي خرز وحاجات، واعملي اقري كتاب، اقفي في البلكونه هاتي عصافير واقعدي اكليهم. مش كل الحاجات يعني، في حاجات ممكن انا اعملها اطلع فيها طاقتي واشغل نفسي فيها واطلع فكره ادمان الاكل من مخي، اطلع كده اعمل برين ديسوسيشن، اشيل فكره الاكل من مخي واملى يومي حاجات تانية اعملها غير الاكل. تمام. اخر حاجه واخر العلاج للكوليسترول هي الدواء، والدواء بيختلف على حسب ايه الكوليسترول العالي وحسب الديجري بتاعه الكوليسترول. تمام كده. كل الناس اللي عندها كوليسترول لازم تلتزم بشرب الميه على الاقل 3 لتر في اليوم. اشرب ميه كتير جدا. عندي مشكله في ان الدم بقى لزج ملزق. الناس اللي عندها دوالي، الناس اللي عندها دوالي خصيه او دوالي في الرجل، الناس الستات اللي بتاخد هرمون موانع الحمل، هرمونات موانع الحمل الياسمين والجنيرة، بعد سن ال40 ما باخدش ياسمين والجنيرة لان استعدادي للتجلط بيبقى اعلى. لو وزني زياده خلي بالك كنت بتاخدي الياسمين والجنيرة لان استعدادك للجلطه اعلى. الناس اللي عندها غده درقيه خلي بالك دايما كل 6 شهور لازم اعمل تحليل كوليسترول. البنات اللي بتاخد ايزوتريتينوين اللي هو النيت لوك بتاع حبوب الشباب لازم وانت بتاخدي الدواء كل 6 شهور تعملي التحليل. الناس او البنات او كل اللي بياخد التجراتول اللي هو الادويه بتاعه الصرع من الحاجات اللي بتعلي لي الكوليسترول، فكل 6 شهور لازم هعيد التحليل تاني. الناس اللي كان عندها كوليسترول قديم عرضه ان يجي لها كوليسترول دلوقتي، فلازم كل فتره تعيد الكوليسترول تاني. الناس اللي عندها underlying disease يعني ايه؟ يعني مرض تاني وخايفه يجي كوليسترول عليه يدهوره، زي سكر، زي مرض في الكلى، زي ارتفاع ضغط الدم، زي القلب، زي غده درقيه، زي مشاكل في الرئه، لازم اكون بعمل تحليل كوليسترول كل فتره. انا كده قلت كل حاجه خاصه بالكوليسترول. هجاوب لكم دلوقتي على الاسئله. مقاومه انسولين بنسبه 2.1 وزنك مش بينزل خالص، طبعا وزنك مش هينزل الا بعلاج. لازم اشوفك يا منى. لو انت في اسكندريه تنوريني في العياده في السيوف، لو انت مش في اسكندريه ممكن متابعه اونلاين. و2.1 مقاومه انسولين لازم تقولي لي الريفرنس بتاع المعمل كام، لان في معامل 1.8 وفي معامل 1.9 فهيفرق معايا، وفي معامل 2 فمش هتفرق قوي. تمام. ولازم النظام بتاعك يكون كويس. حجم البطن كبير طبيعي، ما هي يا منى ابراهيم حجم البطن كبير طبيعي، ما هو مقاومه انسولين جت ليه؟ جت نتيجه لان تراكم الدهون في محيط الخصر، هي ده اللي عمل اصلا مقاومه انسولين. فطبيعي اللي عنده مقاومه انسولين عنده حجم البطن بتاعه عالي. قولي تاخدي ايه تنزلي الدهون، قصدك على الكوليسترول؟ انا جاوبت الموضوع كله. ما بي انا مش طالعه اقول لكم يا جماعه روحوا هاتوا الدواء ده من الصيدليه وكل اللي عنده كوليسترول ياخده ده فيه الشفاء وفيه السحر، لا. هما 3 حاجات لازم اعملهم من بعض. لو اتعمل حاجه من غير الباقي حاجتين التانيين مش هيجيبوا اي نتيجه. دواء الكوليسترول مع تخفيض وزني لو وزني عالي خاصه محيط البطن، لان انا ممكن يكون عندي الكوليسترول نتيجه لمقاومه انسولين. واخر حاجه اللي هي او اخر حاجه دي اهم حاجه اصلا اللي هي التغذيه العلاجيه للكوليسترول، اظبط اكلي. فرق ضعيف ممكن يبقى عندك مقاومه انسولين، تظبيط اكل وتظبيط دواء الاثنين، بس الاكتر معاكي هيبقى تظبيط اكل او سحر. ابنك عنده 23 سنه عنده كوليسترول، سحر، لازم يحلل غده درقيه. تعملي له تحليل غده درقيه وتشوفي الغده الدرقيه عنده عامله ايه عشان نشوف الكوليسترول عنده عامل ازاي، وهتقولي لي عنده الكرش بتاعه عامل ازاي. لو هتقيسي محيط الكرش من عند العظمه اللي هنا دي بتاعه الحوض، لو طلع اكتر 102 سم لازم نعمل تحليل مقاومه انسولين. يعني 23 سنه وعنده كوليسترول مش بالعاده ان يجيله كوليسترول. عنده ايه اداه كده؟ هل هو بياخد ادويه معينه ادت الى ارتفاع الكوليسترول؟ هل هو عنده اي مرض مصاحب ادى الى ارتفاع الكوليسترول زي الغده الدرقيه او السكر النوع الثاني او مقاومه انسولين؟ ايه اللي عملهم؟ او بياخد دواء بيعمل كده، او نوعيه اكله سيئه للغايه رفع الكوليسترول. هيعمل ايه عشان يخف؟ يعمل الحاجات اللي انا قلت عليها. اهم حاجه التزام نظام غذائي زي ما قلت. انا بتاعت ناكل العيش البلدي الرده ولا عيش البلدي العادي؟ ناكل العيش البلدي العادي. لسه ريل نازل من كام يوم
ناكل العيش البلدي العادي. ليه؟ لان العيش البلدي العادي حبه كامله، الدقيق الاسمر بتاعنا زي ما هو، انما عيش الرده او عيش النخاله زي ما بيقولوا عليه في الخليج ده من قشور القمح، والقشور دي بتقلل امتصاص الكالسيوم، وبالتالي انا كميه الكالسيوم اللي هتخش جسمي هتقل جدا، وده هيعمل لي ايه؟ ده هيأثر على الحرق هيقل جدا، عضلاتي هتبقى وهنه وضعيفه، وعظمي هيبقى وحش، وفي الاخر هتبقى صحتي مش كويسه. بتعملي رجيم بس زهقتي؟ ما تزهقيش يا نور، شيلي فكره الزهق من دماغك يا نور. دايما حطي في دماغك فكره ان هو لايف ستايل موديفيكيشن، انا بعدل نظام حياتي للصح. ما يجراش حاجه لو لخبطت في وجبه ورجعت كملت، الدنيا مش هتتهد خالص، بالعكس. بس ايه بقى؟ ما اقعدش اقطم في نفسي وانف في نفسي وعملت كده ليه؟ اللي حصل حصل خلاص. لخبطتي في وجبه مفيش مشكله، كملي. نجاحك في الاستمرار. اكمل وما اضغطش نفسي قوي في الدايت عشان ما اوقفش ويجيلي نهم شديد ناحيه الاكل، او ان يجيلي ارفض الاكل بشكل كبير. انا باكل كويس جدا، حالاتي مش بتجوع، بيشبعوا، بقلل حجم المعده، بوصل بعض المراحل ان انا خلاص ما بقتش بفكر في الاكل. بيروحوا يصيفوا ويلخبطوا ويرجعوا مرعوبين، يلاقي نفسهم ثابتين على الميزان، وفي اللي منهم اللي بعد اسبوعين 3 تلاقي نفسها نازله كيلو، وفي اللي بتبقى بدعت الدنيا ومحققناش مقاسات كبيره، وتيجي تلاقي نفسها بعد كل الهريه اللي هي قريتها وبيبسي ومش عارفه ايه وايس كريم كل يوم وابن بوفيه وحاجات مهوله، وتلاقي نفسها زايده على الميزان كيلو. تبقى ايه ده بس دكتوره بجد كيلو؟ ده انا كنت مرعوبه جدا. ليه؟ لان احنا كنا ماشيين على نظام صحي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان كميه الاكل تقل، نوعيه الاكل وجوده الاكل تبقى اعلى، اعتمد ان جسمي يحرق دهون اكتر منه يحرق عضل، وباكل نشويات معقده مركبه مقننه بكميه معقوله، ما بشيلش نشويات خالص، فدايما محافظه على ان حرقي عالي. كل الشعب عنده كوليسترول للاسف يا سحر من كتر الاكل بره وكتر الاكل بدهون غير صحيه والعك اللي بنعكه جيم. ولاقي نزلت 300 جرام، لا ما تعيطيش. تعيطي ليه؟ الحمد لله انا نزلت 300 جرام، الحمد لله انا نزلت. نجاحي في الاستمرار، نجاحي في الاستمرار. هتزهقي، هتبطلي، هتوقفي، هتتخني، لكن هشجع نفسي واحده واحده، والاقي نفسي ما قستش نزلت 300 جرام بس لبست بلوزه ما كنتش بلبسها. البلوزه كانت بتبقى ضيقه عليا وما بتتقفلش، بقيت بتتقفل، بقيت باخد نفسي كويس. 300 جرام بس 300 جرام دهون طالعه ونازله السلم زي الفل، نفسي مستريح، ما بتعبش بسهوله. يبقى دول 300 جرام، دول 3000 كيلو اللي هم فارقين معايا في صحتي. فنجاحي في الاستمرار. يا جماعه بطلوا تحشروا نفسكم في الكورنر وتفكروا في اني انا محبوسه، انت هيفرجوا عني بقى، انت هنفتح السجن. احنا مش مسجونين، احنا مش مسجونين، احنا مش في مرحله حرمان. انا بعمل موديفيكيشن لمخي. شيلي كل الافكار السوداء من مخك، انت هخلص، انت هخلص. لا، احنا مش هنخلص، احنا من الاول جايين نعدل الغلط بالصح، جايين نعدل الغلط بالصح. ما تبقوش زي عاملين زي الولاد الصغيره اللي بتذاكر تقول انت خلص مذاكره بقى يا ربي. مش هتخلص مذاكره بقى يا ربي، تمام؟ فنشيل الفكره دي من دماغنا. انا بعدل نظام حياتي للاحسن، هو ده هيبقى نظام حياتي وسيستمي. لما هعوز اكل جاتوه هاكل، مفيش مشكله، بس مش كل يوم هاكل. وانا كل يوم باكل جاتوه؟ يعني انتوا قاعدين في البيت كده طول النهار ما تعملوش دايت، كنتوا كل يوم بتاكل جاتوه؟ امال ليه وانا بعمل دايت يا حلالي بقى ما اكلت؟ انا بقالي 57 دقيقه ما اكلتش جاتوه، اروح اجيب ليه؟ عشان حاطه فكره في دماغي ومثبته فيها ومكلبشه عليها ان انا محرومه. احنا مش محرومين ولا حاجه، ومش مقفول علينا، انا مش محبوسه، انا مش في زنزانه. شيلوا الفكره دي من دماغكم هتستريحوا والله، والاستريس هيقل، وهتلاقوا نفسكم بتنزلوا كمان احسن على الميزان. ليه؟ لان التوتر قل. عيش الشوفان جميل رائع ومشبع، وعيش حبه كامله وبيديني كل احتياجاتي من فيتامين ب، حلو للشعر وحلو للبشره وحلو للمناعه ومشبع جدا. وممكن اعمله بالطعم، يعني ممكن احط فيه بذور شيا تزود لي من يبقى بيشبع اكتر، ممكن احط فيه بذور كتان فيبقى اوميجا 3، ممكن اطحن شويه لوز ني واحطهم فيه فيديني كده قيمه غذائيه عاليه، وممكن ارفعه خالص ويبقى زي رقائق الشوفان واعملها اكله بسلطه زبادي بالليل
مع خيرايه وفص توم كده صغنطه قد كده او توم بودره، واكله حاجه لطيفه يبقى شبه الدوريتوس كده، بدلع نفسي اكل كده رايق ولطيف، وجنبه خيارتين 3 متقطعين شرايح، شويه عيش شوفان كده زي الرقائق، وشويه خيار، وكوبايه زبادي عليها فص توم صغير وعصره ليمونه وخيرايه مبشوره، وباكلهم كده، بعمل كده زي ايه ديبنج صوص كده، باكله رائع. حنان، عندك دهون ثلاثيه وعندك غده، الغده تتصلح، الدهون الثلاثيه هتتصلح، وزي ما قلت لك قللي اكل الحلويات، قللي اكل العيش والرز والمكرونه، ما يمنعش بس يقل. خلي بالنا ان النشويات يعني بطاطس يعني كنافه يعني قطايف يعني بسكوت يعني شيبسي يعني بيبسي يعني مربى يعني حلاوه يعني فاكهه، كل ده نشويات، المجمل في اليوم كله يقل. فين؟ في السيوف. لو انت عارفه فودافون اللي في السيوف، انا العماره اللي في وش فودافون فوق صيدليه ابو العيش، العماره اللي فيها بيت القران، قصر بانوراما 3، ايه كمان الشارع اللي هو شارع المطافي قدام النور للسيارات، قلت لك بكل الزوايا، الشارع اللي هو جاي من مصطفى كامل اللي هو على قمته الياباني بتاع العربيات، اللي هو الشارع المرصوف الجديد اللي فيه سيلفر جيم، انا اخر الشارع من ناحيه فودافون. يعني اللي جاي من الدوران رايح للفلكي انا في نص السكه. الكوليسترول كان عالي والدكتور قال لي حاولي تخسي، طبعا لان انا اهم حاجه في علاج الكوليسترول ان احاول اخفض وزني على الاقل 15%. البطاطس المسلوقه وجبه فطار، طبق كبير صح ولا غلط؟ ما فيش حاجه اسمها طبق كبير، في ده انا باخد بطاطسايه صغيره اسلقها واكلها فطار الصبح جنب بيضه مسلوقه وجنب معلقتين جبنه قريش، او احط عليها مثلث جبنه لايت واهرسهم مع بعض واكلهم بالمعلقه. جميل. عايزه حلقه زي دي يا دكتور عن مقاومه الانسولين، عينيا، وعن الغده، حاضر. ولو ان هينزل فيديو عن مقاومه الانسولين على اليوتيوب واتسجل واتمنتج وعمل له كل حاجه وهينزل على اليوتيوب، ويا منار انزلي في الصفحه هتلاقي فيديوهات كتيره جدا ولايفات كتير عن مقاومه الانسولين، في 2 لايف عن مقاومه الانسولين تحت. من كوليستروله عالي واكتشف لما دخل الجيش، مع انه كان تخين وخس ماشي، ما هو نوعيه الدهون بتاعته كانت مش كويسه، ممكن يكون ما كانش بيخس كويس. خلي بالكم ان انا لازم عشان اخس كويس، عشان اخس التخسيس الصح لازم اكون بخس من الدهون. يعني ما تقوليش انا شايله عيش ورز ومكرونه وكل التخسيس اللي انت بتخسيه ده بتخسيه من العضله، ويا فرحتي الدهون زي ما هي، وانا سمعت كلامك حضرتك ورحت خسيته برده الكوليسترول عالي وما تصلحش عشان انت بتخسيه غلط، فلازم يخس صح. اعرف ازاي ان عندي مقاومه انسولين؟ هقيس محيط الخصر، هقيس محيط الخصر بتاعي من عند، احط ايدي في جنبي كده الاقي في عظمه الحوض، هقيس العظم من هنا والعظمه من هنا، هجيب المازوره وهحطها كده وهقيس. لو لقيت المقاس اكتر من 90 سم في الستات او اكتر من 102 سم في الرجاله يبقى انا عندي مقاومه انسولين، هشك ان انا عندي مقاومه انسولين. لقيت غمقان في منطقه الرقبه غريب وكأن في جلد ملزق على جلدي، مش غمقان عادي، او تحت الابط، او في الكوع من جوه من هنا ومن هنا، او في الركب من ورا ظهر الركبه، او ما بين الرجلين. زياده الشعر في اماكن معينه في الستات زي هنا وهنا بشكل كبير ما كانش موجود وبقى فيه، تمام؟ ده معناه ان انا اشك ان انا عندي مقاومه الانسولين. زياده شهيتي ناحيه الحلويات، طول الوقت عايزه اكل حاجات مسكره وطول الوقت جعانه، بقي ده ما بيوقفش، طول ما انا باكل وباكل عمال اكل وخلاص، انا عمال اكل مش بوقف، ده اشك ان انا عندي مقاومه الانسولين. او بقعد فتره طويله مش طايق الاكل واجي فجاه مش عارفه ابطل اكل، اشك ان انا عندي مقاومه انسولين. بيغمى عليا، باكل وبعد ما باكل يغمى عليا، اشك ان انا عندي مقاومه انسولين واروح اعمل مقاومه تحليل، اسمه كده تحليل مقاومه انسولين، وانسولين صايم بعد صيام 8 ساعات بالظبط. مكان العياده السيوف شماعه اللي هي بعد فيكتوريا وبعد الساعه، اللي هي ما بين العوايد وما بين الساعه، دي السيوف، دي منطقه السيوف. اللي جاي من سيدي بشر هي بعد سيدي بشر على طول، يعني اللي جاي من سيدي بشر وراس السودا هي بعد سيدي بشر على طول، تمام؟ الناس مثلا اللي جايه من العصافره وبتركب مشروع الساعه، السيوف في النص بتعدي عليها. فالسيوف شماعه، اسمه شارع اديب معقد او شارع البنك الاهلي او شارع المطافي، معروف السيوف، وعند فرع فودافون السيوف وده معروف. العماره اسمها قصر بانوراما، معروفه عماره مشهوره في السيوف، او عماره بيت القران، اسالي عن بيت القران.
وحاسب لكم العنوان بالتليفون في الكومنتس. عندك قولون ما بتاكليش بكول، مش مشكله ما تاكليش بكول وكلي بقيه الاكل. كلي كشري اصفر، بتبقى العدسيه مش بشرتها، العدسيه اتقشرت في الكشري وهتبقى خفيفه ولطيفه. وكلي بقى ايه بقى بجبنه قريش، كلي فراخ، كلي اسماك. يوم مش عايزه يعني مش هقدر اكل كل يوم فراخ وسمك، هاكل ايه؟ مره جبنه قريش، هاكل مره بتنجانيه مشويه عليها معلقه صغيره طحينه بنص رغيف وجنبها سلطه طماطم بتوم وكمون جميله مالها رائعه. ممكن اكل فول واضربه في الخلاط او اقشر قشرته مش هيتعب لي القولون. ممكن اكل عدس اصفر مش هيتعب لي القولون لو انا مقلله الثوم منه ومقلله البصل ومخففاه، مش هيتعبك لو شربتي كوبايه صغيره على فترات طويله. الصيام المتقطع رائع، 16 ساعه ما بحبش عليه، ما بحبش امشي 16، انا اقصى حاجه بمشي عليها 14 ساعه، ما بحبش اكتر من كده. ليه؟ لانه مع الوقت بيقلل لي الحرق. خلي بالنا ان انا مثلا هقول لك بالدليل، انت في رمضان اول رمضان بتبقي جعانه جدا، اول لما يتحط لنا الاكل ساعه الفطار جعانين جدا مش قادرين، يعني بنكمل ساعات الصيام بالعافيه. اخر رمضان لما تيجي بتنضفي البيت وبتعملي الكحك وبتشتري لبس العيد، ممكن تفطري بعد العشاء ومش جعانه. ليه؟ لان جسمك دخل في مرحله ستارفيشن، مرحله صيام، هو صام جوه، هو مسك في السعرات بتاعته وكلبش فيها ومش هيسيبها. ليه؟ لان انت قللتي له كميه الاكل اللي بتخش له على مدار ايام كتيره. فما ينفعش امشي بالصيام فترات طويله، ما ينفعش اسبوع التاني التالت الرابع وامشي بيه لايف ستايل، ما ينفعش، لازم افصل عشان جسمي دايما يبقى مش مع، يعني ما ينفعش يبقى هو اورينتد بان انت بتخسي، لان جسمي لو تنبه ان انا بخس هيقلل جدا حرقه، هيمسك في اللي عنده. خلي بالنا ان خلقه ربنا في جسمي ان اي نقص من اي حاجه عنده هي حاجه اسمها كاتابوليزم او هدم او سحب من اللي عندي، فانا دايما لازم اديله واخد منه من غير ما ياخد باله، اخد منه سعرات واخد منه طاقه من غير ما يحس ان انا باخد منه، والا هيوقف. عشان كده انا بصوم، لو عايزه اصوم حتى 16 او حتى 20 ساعه ممكن اعمل ده مره واحده في الاسبوع، ما اعملش اكتر من كده عشان ما ياثرش عليا على الحرق، او اعمله مرتين في الشهر عشان ما ياثرش عليا على الحرق. يبقى انا زي كاني بنظف جسمي، انا بخلي جسمي كل السموم والحاجات والتراكمات اللي جواه تنضف من غير ما ينفعش يبقى كل يوم كل يوم كل يوم. لكن ممكن اصوم كل يوم كل يوم من الساعه 10 بالليل للساعه 10 الصبح 12 ساعه، ممكن من 10 بالليل ل 8 الصبح 8 ساعات كويسين قوي وحلوين، وافصل عليهم واكمل وافطر بدري. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. امشي بقاعده ما لا يدرك كله لا يترك كله. انا عايزه التزمي دلوقتي، ما تقوليش بكره، قولي دلوقتي. هتقومي تتعشي ايه؟ هاتي جبنه قريش طول انا باكل جاتوه طول النهار يا دكتوره، جبنه قريش اللي هاكلها ما اكمل بقى، لا، هاتي الجبنه القريش والبتاع وكلي دلوقتي. بكره الصبح حاولي يعني امشي وجبه، امشي خطوه خطوه، بلاش تحطي في دماغي فكره ان انا عامله الدايت، لا لا لا، انا ماشيه اليوم عادي وكأن الحاجه مش موجوده، وكأني كنت عايزه اجيب فلامينكو وما لقيتش عند الراجل اللي تحت، وكأني جبت الفلامينكو وكلته، وكأني جبت الفلامينكو وماليش نفس. يعني امشي بفكره ان انا مش موجود، مش محرومه، واحده واحده. واشرب ميه كتير وازود الالياف كتير جدا في الاكل. ممكن اشرب سيليوم، معلقتين قشور سيليوم على نص كوبايه ميه، اشرب وراها كوبايتين ميه كبيره قبل كل وجبه بنص ساعه، واستنى واكل. حتى لو هاكل جاتوه هيقلل لي السكر اللي طالع من الجاتوه، هيقلل امتصاص الدهون اللي من الجاتوه، هيشبعني، مش هعرف اكل حتتين 3 جاتوه، هكتفي بنص قطعه. تمام؟ فما لا يدرك كله لا يمشي، لا يترك كله، يعني مش قادره امشي على كل الخطوات، على الاقل اخد حاجه منها. عندي على اليوتيوب اسمه فيديو ال10 نصائح للحياه الصحيه، اللي هو لا انا مش عامله رجيم ولا اي حاجه، اعمل ايه؟ هو ممكن يبقى فيه نزول مقاسات ملحوظ والوزن مش بينزل، وممكن ابقى نازله دهون 2 و3 كيلو ومش باينين على الميزان. ليه؟ لان انا نزلت 2 3 كيلو دهون وطلعتهم ميه، فالفرق على الميزان مش باين. ده بيبان بايه؟ بالانبادي. الدهون عامله زي كيس القطن. انا بشتري للعياده، انا باجي اشتري قطن للعياده، بشتري كيسه قطن قد كده، والله العظيم بجد ما بهزرش، كيسه قطن قد كده. الكيسه دي وزنها قد ايه؟ وزنها نص كيلو. متخيلين ان كيسه القطن دي لو انا جبتها حطيتها قدام بطني هبقى حامل في السادس. متخيلين منظر بطني لو انا شايفين حطيت كيسه قطن عامله كده، هيبقى بطني عامله ايه؟ كرش. هل الوزن الدهون لو انا مثلا نازله كده، بطني كانت كده ونزلت، بطني كانت كده ونزلت، يعني تقريبا كام؟ نص كيس القطن، يعني كام؟ ربع كيلو. طيب ربع كيلو، هل الربع كيلو ده
هيبان على الميزان؟ ممكن ما يبانش. لو ميزانك بيقرا بالكيلوات مش هيبان الربع كيلو على الميزان، صح؟ يبقى ايه؟ يبقى ممكن انزل مقاسات ملحوظه جدا ووزني مش بينزل او وزني بينزل ببطء، وده مش كل الوقت، يعني ده مش كل الاوقات. ده ممكن يبقى في الاول للناس اللي عندها مقاومه انسولين لان حرقها مش حلو، وممكن يكون في نص الدايت نتيجه لعمليه فسيولوجيه هتحصل مع كل الناس، ان الناس هتفضل تنزل 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 على الميزان وهيحصل لها فتره اسمها بلاتو، يعني المؤشر بتاع نزول الوزن عامل كده خط ثابت. ليه؟ لان جسمي بيتشك على نفسه، بيشوف هو انت نزلتي في الوزن والدهون اتحركت، انت في ايه؟ انت عيانه؟ انت فيكي حاجه؟ يبص كده على نفسه، ملقاش حاجه هكمل النزول تاني، فده طبيعي. العفو يا سحر، انت اللي جميل. علاج مقاومه الانسولين لازم الكرش ينزل، لازم ناخد علاج لمقاومه الانسولين اذا كانت عاليه واخس. اصلا يا دكتوره اخس ازاي؟ يعني انت بتتكلمي ايه كلام يعني؟ اصلا مقاومه الانسولين مش عارفاني اخس، يبقى علاجها انا اخس؟ ايوه، علاجها انك تخسي، تفضلي ثابته وملتزمه وشاطره وتكملي، مع الوقت هنخس ومقاومه الانسولين تتصلح. هي مقاومه الانسولين كده دايره حلقه مش عارفه اكسرها، فده لازم افضل استرس على نفسي واضغط على نفسي واكمل عشان انزل. مشروب موجود على الصفحه اسمه مشروب الحارق، موجود على الصفحه، حلو، هتشربيه بعد الغداء، ما ينفعش اشربه على الريق. ممكن اشرب معاه كمان قهوه خضراء على مدار اليوم، ممكن اشرب شاي اخضر، ممكن اشرب شاي اللي هو الماتشا، ممكن اشرب بردقوش، شاي اخضر، نعناع، ينسون، كل الحاجات دي حلوه، وممكن اشربها في الصيام المتقطع كمان. اسمها ريشيب، الله اللي احنا عليها، احنا على الصفحه. ما احنا فين؟ احنا على الصفحه. انتوا مش عامله متابعه؟ مين مش عامل تاني متابعه للصفحه؟ اعملوا فولو للصفحه. انا فاضل لي 1000 فولور وابقى 100000. عيب يا جماعه، عيب الكلام ده. اعملوا فولو يلا. انا خلصت الاسئله حلوين. نقول تاني، الكوليسترول من اخطر الامراض اللي ممكن تصيب اي حد، لانه هيفجر القنبله في اي وقت. فعندي كوليسترول ما اسكتش عليه. جزانا واياكم حبيبتي. شيروا اللايف على قد ما تقدروا، عشان في ناس كتيره جدا بتستهون بموضوع الكوليسترول. في ناس كتيره جدا بتبقى بتاكل حاجات ومش عارفه ان الكارثه اللي بتاكلها دي هي اللي بتعلي لها الكوليسترول، وتقول لك يا دكتوره والله العظيم بقالي سنين، والله العظيم يا دكتوره ما باكل لحمه، والله العظيم يا دكتوره ما باكل بيض، والله العظيم يا دكتوره مش عارفه ايه، وفي الاخر هي ماسكه كيس الفلامينكو في ايديها وهي جايه. فشيروا اللايف على قد ما تقدروا. لون اصفر ملحوظ على بياض، لازم نحلل انزيمات كبد، لازم نحلل صفرة، لازم نحلل الصفرة ونحلل فيروسات ونشوف الصفرة دي نتيجة لايه، ونحلل الصفرة بتاعت المرارة. ممكن يبقى فيه مرارة. لو انزيمات الكبد اترفعت ده مش معناه ان هيجيلي صفرة، تمام؟ لو جاتلك صفرة معنى كده ان حصل حاجة في الكبد، فده عايز اروح لدكتور جهاز هضمي يشوف لي ايه المشكلة. فهنعمل تحليل صفرة اللي هي بالريوبين، هتروحي المعمل تقول عايزه اعمل تحليل صفرة كلها، كل انواع الصفرة، عشان نعرف الصفرة دي نتيجه المشكله في المراره ولا مشكله في الكبد، انهي واحده فيهم، انهي نوع صفرة فيهم، تمام؟ وعلى اساسها هنروح لدكتور جهاز هضمي، تمام؟ طيب محاسبات في المراره هي اللي دي اللي عامله الصفرة، مش الدهون اللي على الكبد. الدهون اللي على الكبد ما بتعملش صفرة، الدهون اللي على الكبد ما بتعملش صفرة. امتى البنات تعمل ليزر؟ بصوا يا جماعه، البنات تعمل لو انا عايزه اعمل ايدين ورجلين وبكيني واندر ارم من سن 14 سنه. لو البنات من سن 9 سنين لو عندها منطقه المستشفى، انا بس بتكلم على منطقه المستشفى، المنطقه دي لو هي عندها بنوته وبتروح المدرسه وبتنزل وعندها المنطقه دي باينه، يعني الشعر هنا باين، انا بقول لكم اعملوه. حتى لو هقعد اعمله كل شويه، حتى لو الشعر هيطلع تاني، حتى لو هتعمله اكتر من 20 مره مش بس 8 مرات، اعملوه. ليه؟ عشان انا لو هعمله بالفتله او بالشمع او بالسويت الحته دي هتغمق وهتسود وهتفضل طول البنت يا عيني طول عمرها عندها غمقان حوالين الفم، وهيطلع لها حبوب من بدري وهيبقى عندها مشكله في الحبوب. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم اعمل تحليل هرموني عشان اشوف اذا كان فعلا المشكله اللي عندها دي الشعر ده عادي، يعني هي طبيعتها ان هي شعرها كثيف، ولا هي عندها مشكله في الهرمون، يعني عندها هرمون الذكوره عادي نتيجه عندها ممكن تكون عندها مقاومه انسولين، او عندها بلوغ مبكر، او عندها مشكله في هرمون الغده الكظريه. لازم ده
ده عرض اشوفه هو بتاع ايه. اطمنت وما لقيتش عندي مشكله هرمونيه، لا ما سيبهاش تروح المدرسه بالمنظر ده. ليه بقى؟ لان اصحابها هيعملوا لها في الحمام. انا بقول لكم انا الكلام ده، انا بقول له انا ابني في مدرسه ولد، بس بسمع وعارفه. يا اما صاحبتها ممكن وهي رايحه الدرس او جايه من الدرس توديها حته ثانيه تعملها، يا اما بنتك هتجيب البتاعه من الصيدليه وتعمل لنفسها وتبهدل نفسها. تمام. يا اما هي مش هتعمل عشان هي مش جريئه ان هي هتعمل كده، او انت مربياها ومش هتعمل حاجه من وراكي، وطالما سمعت كلامك وما عملتش، بس البنت هتبقى متدمره نفسيا بسبب ان اصحابها بيتكلموا او بيعملوا عليها. تمام. فلو البنات من سن 9 سنين عندها المشكله هنا، اعملي لها ليزر هنا بس، الحته دي بس. تمام. لكن للبيكيني والاندر ارم وايدين ورجلين وبنت مش عارفه تلبس ومنظرها وفي الساحل، تمام، من 14 سنه اعملي زي ما انت عايزه. اشوفكم بخير. كنت مبسوطه معاكم، معلش النهارده اتاخرت، المفروض كنت اطلع لكم من الساعه 10:30، بس والله العظيم معاذ عنده امتحان بكره واتاخرت جدا في العياده كمان، فيا دوب لميت له الامتحان بتاع بكره بتاع المهام ده، وبعدين قلت اطلع معاكم. وامبارح كنت تعبانه ما قدرتش اطلع في الميعاد بتاعي اللي هو الاسبوعي بتاع كل سبت. اللي اول مره يشوفني زي سحر كده اللي منورانا، انا بطلع لايف كل سبت في حوالي الساعه 10:30 تقريبا عشان نتكلم على موضوع بنبقى محددينه، وهو غالبا المره الجايه برضو هيبقى كوليسترول، وهنتكلم على الناس، مين الناس اللي عندها مشاكل صحيه وتعمل تحليل كوليسترول، ومين الناس اللي عندها بتاخد ادويه معينه لازم تعمل تحليل كوليسترول كل شويه. تابعوا الصفحه كل يوم عشان ما عملش فولو يعمل الفولو، زي على قد ما تقدروا اعملوا شير لللايف ده عشان كل الناس تشوفه، عشان ادلها على الخير كفاعله، وتبقى كده في ميزان حسناتنا يوم القيامه ان شاء الله، وننشر العلم وننشر الفهم، الناس كلها تفهم وتعرف وتتفع. تصبحوا على الف خير وعلى الف سعاده، اشوفكم دايما بخير واحلى للشبيان، وما تنسوش دايما صحتكم بامان مع الدكتوره عزه شعبان. السلام عليكم ورحمه الله. باي باي.